يمكن كلمتكم قبل كده عن موضوع الزرع، وان في حاجات كتير بتعلمها بقى من الزرع لما بدات اجيب عندي زرع في البيت وكل يوم اسقيه وهكذا. اكتشفت حاجه غريبه جدا. يعني انا كنت الراجل، ما اعرفش الراجل اللي انا اشتريت منه الزرع، يعني كان في الاول بيوصيني لازم في الجو الحر اللي احنا فيه ان انا لازم اسقيه كل يوم، يا اما مره وممكن كمان مرتين. بالفعل انا كنت بعمل كده، بس اللي لاحظته بقى ان في نوع من انواع الزرع ده كانت، يعني ما اعرفش، كانت عباره عن زرع وطلع منه وردتين او اكتر. لاحظت ان الورد ده بيدبل، وما كنتش فاهم يعني ايه الموضوع او ايه المشكله اللي بتخليه يدبل رغم ان كل يوم بسقيه. لكن بقى اللي اكتشفته يعني جت بالصدفه كده. يعني في فتره سافرت حوالي 3 4 ايام والزرع طبعا ما كانش بيتسقي في الوقت ده. رجعت لقيت النوع ده من الزرع يعني طلع الورد بتاعه ورجع تاني، وورد جديد بقى طلع وكان شكله يعني حلو جدا وقتها. فساعتها دورت اكتر في الموضوع، عرفت ان النوع ده من الزرع مش لازم اسقيه كل يوم. فالفكره دي جابت لي ان احنا دايما في حاجات كتير في حياتنا، هو ده الوضع بتاعنا، ان الحاجات كتير ان احنا لما نهتم بيها بالزياده الحاجات دي ممكن تدبل وتختفي من حياتنا. والاهتمام بقى بيحصل كل مثلا بشكل طبيعي، يعني بشكل مش مبالغ فيه، ساعتها الحاجه دي بترجع تنمو وتزدهر تاني. ده بينطبق بقى في اي حاجه، سواء علاقات مع اشخاص او حتى مع الاشياء. يعني انت ممكن تكون عايز توصل مثلا ان انت تعمل بيزنس معين، يبقى هدفك كل يوم بقى خلاص ما فيش اي حاجه في حياتك غير البيزنس ده. كل يوم بقى تصحى الصبح تعمل حاجه في البيزنس، تتابع البيزنس بتاعك تشوف وصل لفين، تعمل اعلان تشوف كل يوم بقى النتائج بتاعته، يمكن كل ساعه. ساعتها من كتر بقى يعني ان انت بتزن على الحاجه او متعلق قوي بيها كده، ممكن الحاجه دي تبوظ وتدبل. يعني ممكن بقى كل ما تشوف الاعلان مثلا، لو مثال البيزنس، لكن ما لقيتش فيه نتائج، تقعد بقى تعدل فيه وتغير فيه، فبالتالي ده ياثر على البرفورمانس بتاع الاعلان بتاعك وما تاخدش منه النتيجه اللي انت عايزها. بينما انت لو مشيت بقى في المسار الطبيعي وتتشيك عليه مثلا كل 3 4 ايام زي ما معظم الخبراء التسويق بينصحوا، وقتها ممكن تجيب نتائج احسن والموضوع يرجع تاني يزدهر ومش هيدبل زي الاول. دي بس فكره كانت جات لي كده وقلت اشارككم بيها.